بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم بوصفة حلوة هتعجبكم والناس كلها عارفاها، بس بالخلطة بتاعتي وبطريقة هتعجبكم إن شاء الله. وخلطة تحفة تتاكل تتعمل سندوتش والله بأمانة. النهاردة معايا سمك بوري هنعمله زيت وليمون، سمك فريش بالسنارة. إن شاء الله هيعجبكم مع بطاطس وخضار وتوابل، والتتبيلة هعملها لكم وأنا شغال دلوقتي. يلا بينا ننزل بالبطاطس، شوية بقدونس، شوية كرفس، ننزل عليهم شوية طماطم. بصي اختراع ده بقى، شوية بصل أخضر، حاجة تدي الريحة والطعم في حتة تانية. فلفل حامي وبارد، شوية توم، شوية برضو فلفل مزود، حتتين ليمون كده زي ما احنا شايفين، ما نكترش عشان ما تمززش البطاطس. شوية ليمون تاني، طماطم تاني. ننزل عليهم بشوية بهارات خفيفة، كمون، بابريكا، كزبرة، ملح، فلفل أسمر. وناخد معلقة برضو من التتبيلة اللي احنا عملناها بتاعت السمك، وننزل عليهم بشوية زيت عشان ما تمسكش معانا وهي في الفرن. نبتدي نمكسها كلها مع بعض كده، نشربها كلها بحيث تاخد الطعم كله. ان شاء الله هتعمليها وهتدعي لي. وزي ما قلت لك على التتبيله بتاعتنا ديت فوق الوصف، حاجه اختراع، دي بتاعتي انا بقى. والله ما حد ولا مطعم ولا اي حد هيعرف يعملها ولا عملها قبل كده. ديت هتفضلي ماشيه عليها، ولا هتاكلي في مطاعم ولا هتاكلوا في اي مكان تاني. نزود شويه فلفل حامي عشان احنا بنحب الحامي، بس معلش. ماشي، يلا بينا ننزل بالسمك زي ما احنا شايفين كده. هنرصه جنب بعض كده. بسم الله ما شاء الله، سمك بحر. كل ما يكون جودة الكواليتي بتاع الخامة اللي انت جايباها، سواء كانت سمك او طيور او لحوم، بترفع من التيست وبتدي حاجة كويسة للي انت بتشتغلي بيها. بص التتبيلة اللي احنا بنحطوها بقى، نحط جوه وبره السمك. التتبيلة بتاعتنا بقى يا ست الكل عبارة عن ايه؟ توم، مستردة، كرفس، بقدونس. تمام، نمسج السمكة كده زي ما احنا شغالين. ومعاكي برضو انا في التتبيلة هو اقول لك عليها زي ما قلنا: توم، كرفس، مستردة، ملح، ليمون، فلفل اسمر، كزبرة. الليمون زي ما هو حي كده بقشره بكل حاجته. تمام. استنى. وزي ما انت شايفة كده، شوية كرفس مع شوية بقدونس في بطن كل سمكة. تمام، مع الليمون الزيادة اللي معانا. الكرفس بيدي، هو البقدونس بيدي طعم وريحة جميلة للسمك. تمام، نحط الليمون برضو معانا كده. نوزعهم على كده من جوه بطن السمكة. والتتبيلة بتاعتنا ماسكة ازاي؟ مستردة، توم، جاي يعني معلقتين على حسب كمية السمك اللي انت جايباها. يعني مثلا 5 سمكات هم عاملينهم. معلقتين مستردة، راس توم، يعني حوالي 10 حبات توم كده. ملح، فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، ما تكتريش ملح عشان المستردة حادقه. تمام. وكمون وكزبره. بص القوام هيبقى معاكي بالطريقه دوت تحشي بيه السمك على طول. معاكي بقى سمك بولتي، سمك بوري، دينيس، اي نوع سمك. هتعمليه زيت وليمون هيشتغل معاكي، او هتعمليه في الفرن هيشتغل معاكي. تمام. وندوهم شويه بهارات كده من فوق. واللي حابب او اللي بيحب جوز الطيب يحط، هينقلها ناحيه تانية خالص. احنا هنحط شويه البهارات المتمكسه معانا دلوقتي كده بالطريقه وندوها رشه زيت زيتون من على الوش كده خفيفه، مش هنكتره. ويلا بينا نحطها في الفرن. ودلوقتي بعد ما خلصناها، بصوا التفاصيل بتاعتها.
ريحة وطعم ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش المتابعة واللايك والشير مع الشيف محمد مرجان في مطبخ مرجان كيتشن.